السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ونعمل وصفة جديدة. طبعا دلوقتي بعمل بصل بشوحه ومعاه قطع دهن واضيف شوية زيت. وهعمل ايه؟ هعمل بسلة بجزر. طبعا البسلة ده انا اللي مفرزاها من السنة اللي فاتت. ما شاء الله، بصوا اعملوها بالطريقة دي. وعشان في ناس ما تعملها وتقولك ده مش حلوة، ده ريحة التفريزة ما تبقى باينة فيها والكلام ده كله. والله بجد كذا حد الحمد لله كلها مني وعجبته جدا، يعني ما كل اللي داقها شكر فيها. انا بشوح شوية بصل وضفت في كام فص ثوم صغيرين، وحتى دلوقتي زيت وقطع دهن. طب انتوا هتقولوا لي لا الدهن، هقول لكم يعني بص اللحمه عندنا مش دسمه قوي، هي حمرا، فما تبقى تحس ان هي خفيفه، الشوربه بتاعتها كمان خفيفه، فانا بحب ازود لها قطع من الدهن من عندي. فشوحتهم مع بعض، وبعد كده هضيف عليهم البسله بالجزر. تمام تمام. عايزه اقول لكم اللي وصل معايا لحد هنا طبعا ما ينساش تعملوا لي لايك واشتراك وكومنت حلو. وبشكر كل اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتي، واتمنى الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. وبس كده، فانا بشوحهم يعني. وبعد كده هحط البسله والجزر واشوحهم برضو واسيبهم شويه. بصوا يعني انا بسيبها لحد ما تفك خالص البسله هتنزل ميه وبعد كده تشربها، ما تحطوش الطماطم. عايزة اعتذر لو في صوت وش وكده لو جنبي ولا حاجة، عشان في الورشة شغالة. تمام. فكنت بقول لكم ايه المهم، يعني انا بشوحها وبسيبها لحد ما تشرب المية بتاعتها خالص، ومش هضيف المية بتاعتها مش قصدي مش هضيف الطماطم الا لما بصوا تنزل كمية المية كلها وتشربها تاني. تمام، عشان ما تبقاش كده مجلدة، يعني مثلا انت تحسها كده مجلدة. تمام تمام. بس والله بجد اللي هيجربها بالطريقة دي تحفة يعني. مش الطريقة التقليدية اللي هي العادية، مثلا لما تسبك البصلة وتحط لها الطماطم وتتسبك وبعد كده تنزل فيها البسلة. لا، جرب الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. فانا تمام، حطيت لها الطماطم وحطيت توابل، طبعا فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح، التوابل اللي انتوا بتحبوها، بس هي دي التوابل اللي انا حطيتها. هعمل دلوقتي بقى ايه؟ هعمل كبسة. الكبسة على الطريقة بتاعتي انا. بصوا برضو الطريقة دي سهلة ومنجزة وتحفة، يعني ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا بصوا اللحمة انا سلقتها، طبعا تنفع بفراخ، تنفع بلحمة ضاني، تنفع بلحمة عجال. انا عملتها بلحمة عجال. بصوا انا حطيت طبعا شوية زيت والبصلة، وحطيت توابل زي ما وريتكم كده. بصوا انا حطيت ايه؟ حطيت ورق لورا، قرنفل، ملح، فلفل اسود، شطة، وبتاع ده بابريكا، وشوية سكر. طبعا هتحطي كمية ايه على حسب كمية الرز اللي انت تعملوه، يعني مثلا ممكن نص معلقة صغيرة من كل حاجة. ومشوح التوابل دي كلها. وعايزه اقول لك حطيت برضو قرفه. ولو عندك طبعا قرفه خشب حطه، بس انا ما عندي اللي هي القرفه البودر ده، انا حطيتها. ولو عندك ليمون برضو مجفف حطه، بس انا ما عنديش الليمون مجفف. تمام. فانا حطيت التوابل اللي انا وريتها لكم دي ومع البصله وشوحتهم شويه، واول ما دبلوا خالص رحت حطيت اللحمه. انا طبعا اللحمه سلقاها يعني يعتبر 3/4 سوا او نص سوا مثلا، يعني بص خلاها يعني زي ما انتوا حابين، يعني 3/4 سوا زي ما انتوا حابين. تمام. انا كنت برضو حتى اللحمه جزر وحط لها توابل اللحمه واتسلقت، وبعد كده حطيتها شوحتها مع البصله. وبعد كده بصوا لو عندكم صلصه حطوا صلصه، حطوا مثلا معلقه صلصه. ما عندكوش، انا زي ما انا عملت كده حطيت طماطم، كنت خلطها في الخلاط يعني، هتتسبك مع اللحمه. وبعد كده هضيف الرز.
وعايزة أفكركم طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وكومنت حلو، ويا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم طبعا تقولوا لي إن هو عجبكم. فأنا زي ما وريتكم كده أنا حطيت اللحمة وشوحتها يعني مع البصل والتوابل، وكمان اول ما تسبكت انا هغسل الرز دلوقتي واضيفه على اللحمه، وبعد كده طبعا احط كركم واشوحه معاها، وبعد ما احط الكركم طبعا هنزودها ميه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم تاكلوا شويه رز بسمتي مصري، يعني هو الرز مش بسمتي، الرز المصري بتاعنا. يعني انا مش بعمله بالرز بسمتي، انا مثلا انا ما عنديش رز بسمتي مش هاجف يعني، فهعمله بالرز المصري عادي. وصراحه ما يبقى خطير بجد والله، يعني بقى إيه لو عملتوها يعجبكم جدا ان شاء الله. عايزة أقول لكم يا جماعة ادعوا لإخواتنا في السودان، هم بجد محتاجين دعواتنا معاهم. ربنا ينصرهم يا رب نصرا عزا مقتدر يا رب. زي ما يعني الواحد مش عارفة ليه الإعلام وحاسة إن الضوء مش متسلط عليهم زي فلسطين. بجد ربنا يكون في عونهم ويرحمهم ويتولاه برحمته يا رب. فاللي يشوف الفيديو إن شاء الله يدعي لهم إن ربنا، حتى إحنا أقل حاجة إن إحنا ممكن نعملها ان احنا حتى ندعي لهم بظهر الغيب، دعوة بظهر الغيب مستجابة ان شاء الله. فربنا ينصرهم يا رب. فانا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت زي ما قلت لكم، بعد ما الطماطم حسيت ان هي اتسبكت حطيت الرز وهشوح طبعا الرز مع الكلام ده كله. وبعد كده بقى اهي انا طبعا الكركم دي اصلا كده كده هو مفيد، ف يعني جربوا تعملوه بالطريقه دي. طبعا كنت حاشه شويه صلصه، كنت حاسه ان هي كتير، لقيتها لا ده هم يدوبك على القد زي ما انا كنت عاملاه. وحطيت كركم، انا بحبه يبقى اصفر كده حلو، فزودت يعني شوية. وبعد كده انت ممكن مثلا تحط معلقة كبيرة أو وسط على حسب كمية الرز اللي انت هتعملها. يعني لو كيلو متهيألي لا اعمل، لو على نص كيلو رز هتحتاجي معلقة كبيرة يعني. وعلى فكرة هو الكركم ده عند العطار مش غالي، يعني شوية حلوين، حبة حلوين كده ب10 جنيه بس. فانا شوحتهم برضو مع بعض، وهزودهم بالشوربة، طبعا شوربة اللحم اللي كانت عندي. لو عندك شوربة فراخ اي حاجة بقى ان شاء الله مرة بعملها معاكم بشوربة الفراخ، واعملها بفراخ. عايزة اقول لك والله بجد طعمها خطير خطير خطير. اللحمة بقى بصوا كانت دايبة دوب كده، وحاجة ايه عظمة يعني ما شاء الله. بس فانا زودتها واسيبهم بقى يستووا، وهوريكم بقى بعد ما استووا كان عامل ازاي. بصراحة كانت جميلة خالص. هو انا كنت حاطة شطة وفلفل اسود، الفلفل الاسود كان كتير سن، يعني كنت حاطة معلقة كبيرة. فبرضه ده على حسب اختيار، يعني على حسب ما انتوا حابين يعني. بس هي كان طعمها رهيب. بس عاملة ازاي اللحم اصلا كانت يعتبر مفتفت كده بس.